السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. مين من الأمهات ما تعرضش للموقف اللي هو بقى إيه، يلا حبيبي عشان نذاكر، يلا يا قلبي عشان نخلص الواجب اللي ورانا، يلا حبيبي، وعشر بقى 20 مرة لحد ما خلاص تبقي يعني قربتي تنهاري. ولو الطفل بسم الله ما شاء الله ربنا هداه وجه وقعد معانا عشان يذاكر، تبصي تلاقي بقى ايه، انا عطشان، طب معلش هدخل بس الحمام، طب انا عايزه اكل، طب شفتي يا ماما صاحبي عمل فيا ايه، وتبدا بقى القصص ويوديكي القمر ويرجعك من القمر وما تقدريش ان انت ايه تكملي مع المذاكره، فبتنهاري وتبداي تصرخي وتصوتي والموضوع بيتقلب لمعركه. اكيد كل الامهات اتعرضت لموقف زي ده. طيب انا دلوقتي عايزه ولادي يحبوا المذاكره ويذاكروا معايا كده بسهوله، اقدر ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه لازم تيجي في بالي واحطها في دماغي قبل ما اقرر اي حاجه خالص، ان انا نجاح ولادي مش مرتبط بالدرجات، يعني مش بالضروره ولادي يجيبوا 100% علشان يبقوا ناجحين ومتميزين. في ناس كتير جايبت درجات اقل من كده وكانوا ناجحين ومتميزين وكانوا مميزين في كليات احنا بنعتبرها ملهاش لازمه لانها مش كليه قمه، مش طب ولا هندسه، لا هي ما بتتحسبش كده خالص. اول حاجه بقى لازم تعمليها وتبداي بيها ان انت تحضري النيه عندك. تحضري النيه في ايه؟ في ان انت مش قاعده تذاكري للطفل علشان يجيب درجات، علشان يتقال ان انا ابني شاطر، لا انا قاعده علشان ارضي ربنا، قاعده علشان اتمم الرساله اللي ربنا يعني خلقني ليها، قاعده ان انا احاول احافظ على الامانه اللي ربنا اداهالي. فانا هعمل ايه؟ اول حاجه هستحضر النيه ان ربنا يكرمنا كده ويوفقنا واحنا بنذاكر. بعد كده بقى بنعمل ايه؟ طول ما احنا بنذاكر لازم نشجع وندعم ونقول بقى كلام كويس، يعني حل حاجة كويسة فاحنا نقول برافو شاطر. لو مثلا الحاجة مش كويسة قوي فانا مركزش عليها، او اقول مثلا ايه شاطر بس ان شاء الله المرة الجاية هتبقى احسن من كده، المرة الجاية هتتملاها بشكل افضل من كده. بلاش يعني واحنا بنذاكر نبقى تقليديين زيادة عن اللزوم، اللي هو ماسكين الورقة والقلم ويلا هنكتب الواجب ونكتب ومطلوب مننا بقى يلا احفظ ها اوتاكات سي اي تي، الطريقه التقليديه اللي احنا عارفينها بقى، ويبدا بقى ايه يحفظ بالطريقه، هيزهق هيمل. انا ممكن مثلا اجيب علبه عندي، اي علبه فاضيه كده شكلها حلو جميل كده، واحط عليها فوم اللي هو الالوان اللي فيها جليتر دي، الحاجه الجميله دي، وابدا احط فيها شويه ملح واخليه يكتب كلمه كات مثلا على الايه، على الرمل. اجيب بازل، البازل دوت على اشكال حروف، ويبدا هو يجمع الحروف علشان يكون كلمه. احاول ما اكونش تقليديه، اعمل كروت كل كارت عليه حرف ويبدا يجمع الكروت بالكلمه. ايا كان احاول ابتكر على قد ما اقدر، الابداع بيخلي الطفل ما يزهقش ما يملش وما ايه وما تحسين ان هو مش عايز يكمل معاكي. بلاش تفرضي على الطفل اللي هو بقى ايه احنا هنذاكر دلوقتي يلا هوب اقوم خطفاه، لا مفيش حاجه اسمها كده اللي هو يلا هوب اقوم خطفاه. انا لازم ابقى متفقه مع الطفل ان احنا كل يوم في الميعاد الفلاني هنقعد نذاكر، انا كده دخلت المذاكره او كتبت الواجب في دايره الروتين. دايره الروتين دي بقى بتعمل ايه؟ بتعمل تهيئه لعقل الطفل، هتخليه مستعد ان انت اول ما تقولي يلا نذاكر في الميعاد ده خلاص هو عارف ان الميعاد ده بتاع المذاكره، لكن ما يبقاش قاعد بيلعب او لسه داخل من باب البيت كان في المدرسه ولا حبيبي عشان هنذاكر بقى عشان نلحق نخلص اللي ورانا. ما ينفعش. بلاش تفرضي على الطفل المادة اللي هيذاكرها، يعني مش عشان انت عايزة تبدأي بالرياضة فهنبدأ بالرياضة لو هو عايز يذاكر عربي، لا لو هو عايز يذاكر عربي فاحنا هنبدأ بالعربي. خلينا نبدأ بالمادة اللي هو بيحبها. لما نيجي نذاكر لمدة طويلة خصوصا للأطفال اللي هم لحد 9 سنين، نص ساعة ولازم أدي بريك من 5 ل10 دقايق، نص ساعة وادي بريك من 5 ل10 دقايق، يعمل بقى اللي هو عايزه في البريك ده علشان يقدر يستمر معاكي. لان انت لو فضلتي كده هيبدأ تركيزه يقل. هو ليه مدة تركيز معينة، خلاص انت عديتي مدة التركيز بتاعته دي هيبدأ التركيز يقل، هتلاقيه اصلا مش معاكي، هتلاقيه موجود في حتة تانية. طب الاكتر من 9 سنين هنعمل بعد كل ساعة بريك. حلوة قوي نظام المكافآت، ان انتي تجيبي مثلا صندوق تعمليه بالورق بتاع الهدايا الملون ده وتحطي فيه كروت مثلا بالفوم اللي هو اللي بيبقى عليه جليتر ده، وكل كارت موجود فيه هدية معينة اللي هو هيتكافئ بشوكولاتايه،
هيتكافئ بانه هيخرج خروجه معينه، هنشتري له اكله بيحبها، هنشتري له لعبه بيحبها، ايا كان نوع المكافاه اللي انتوا بتبقوا بقى ايه، بتبقوا عارفين ان ولادكم بيحبوها. او ممكن يعمل بلالين وكل بالونه يبقى فيها كارت بالمكافاه، وطالما خلص الحاجه اللي وراه بيبدا ان هو بقى ايه، يفرقع البالونه وياخد الكارت ويشوف ايه هي المكافاه اللي وراه. طب بلاش مقارنه طول ما احنا قاعدين، ننهي خالص موضوع اصل ده انا رحت لقيت ولاد خالتك واكلين الكتاب اكل وانت بصراحه عارفني ومش عايز تخلص مذاكره. لا، مفيش الكلام ده، ما نقارنهوش بحد ولا باخواته ولا بولاد خالته ولا باي حد. كل واحد له قدراته وامكانياته، بيخلص في الوقت اللي هو على قد قدراته وامكانياته. حتى لو ابنك شايفه ان هو بيتدلع او بيماطل شويه، فانا ممكن اعمل بقى ايه، تحدي، منافسه. الموضوع دوت هيفرق معاه كتير جدا. بس اللي هو ازاي بقى، من غير مقارنه. بلاش كلمه انت غبي انت فاشل، لانك مش هتشوفي منه غير الغباء والفشل فعلا. هيبقى عقله هيتبرمج على انه ما يجي يحل حاجه، لا انا مش هعرف، اصلا انا غبي، اصلا انا فاشل. خليكي دايما توصلي للطفل ان انتي واثقه في قدراته، واثقه في امكانياته. انا كان عندي بنتي لما تيجي تسمع القران رغم انها حافظه، تيجي تسمعها اونلاين عشان الظروف اللي احنا فيها دي، تبص تلاقي بقى ضربات قلبها ابتدت تبقى سريعه، وابتدت ان هي تقلق وتتوتر. كنت دايما اقول لها انت شاطره، انت حافظه، انت واثقه من نفسك، قولي انا هسمع كويس، قولي انا هبقى كويسه ومش هغلط. وكانت بتقعد تردد الكلام ده. في الاول كان في مقاومه منها، بعد كده لما بدات تردد الكلام ده فعلا وصلت للمرحله انها بقت من نفسها تقول الكلمتين دول لنفسها قبل ما تسمع، وبالفعل كانت بتسمع كويس. صدقوني لو وصل لهم ان احنا واثقين في قدراتهم وامكانياتهم، هيثقوا هم كمان في قدراتهم وامكانياتهم. حاولي طول الوقت وهو بيذاكر تبدأي ايه، يعني ما تبقاش الادوار ثابته. يعني خليكي في مرة اعملي انت الطالب وهو المدرس مثلا. يبقى عندك بورد كده يقف يشرح عليه الدرس او يكتب عليه الحروف والكلمات كأنه هو المدرس وبيشرح لك. الموضوع ده بيفرق معاه كتير جدا، بيديله ثقة في نفسه، بيخليه بيحب المذاكرة. اول ما تقولي له يلا نذاكر، هو بالنسبة له المذاكرة دخلت بقى ايه في دايرة اللعب. ده انا بلعب وماما قاعدة عاملة دور التلميذ وانا المدرس. فالموضوع ده هيفرق معاه كتير جدا. خليهم يختاروا الادوات بتاعتهم. في ادوات كده شكلها جميل، المسطره، القلم، الاستيكه، بيبقى شكلهم والوانهم تخطف. كل ما يختاروا الحاجه بتاعتهم بنفسهم كل ما الموضوع بقى احسن. نقلل بقى على قد ما نقدر من السكريات، المواد الحافظة، الفاست فود. الحاجات دي كلها بتدمر خلايا المخ، بتخلي ولادي عندهم حركة زيادة، النشاط بتاعهم بيبقى زيادة، فبيبقى صعب ان انت تقعديه لمدة معاكي ان هو يقعد ايه، يذاكر. لو الحاجة طويلة عليه حاولي تقسميها على قد ما تقدري. يعني مش عايزة اقول لكم حبوهم، دعموهم، شجعوهم، خليكم مبدعين، يعني خليكم مختلفين. ابتكروا حاجات جديدة، طرق جديدة، اثبتوا على الميعاد بتاع المذاكرة. المواضيع دي كلها هتفرق معاكم. ربنا يحفظ ولادنا جميعا.